شنا بيوخن خزيان المخبة اديوم هديرة وخلخة قو آوانا ات حمورابي كد بهواية لو مادا ات ريانا ات ليشانا آتورايا ات ملبانا ما نرسي ويمن عمن قد خازخ خاسامة من دها لو مادا. موريز لقنطرن مردود صنايا آتورايا اللو مادة تريانت ليشانا آتوراية ملبانا ما نرسي وآها على آوانة حمورابي تقيلة بعت القنطرن والمتخد تريو مانه به درطة أكاديماية وباصوية ويصيب بليشانا وتشعيتا من بريشة بث صوبة عراقاية وكاديرد بالصوبة بغدة وموصل وقادسية وصلاح الدين ودهك وزاخو وهرهادخ باصوية من بث الصوبة اتماردين تركيتا ومن دشتة ننوى وأربل ودهك كت آهالو مادا إي وخويشة المنيانة من آمورية ابوت بريشة ملوئة وبه طرطة اتمشتعلانة شلطانة وقبة وشت آسي أمتناية وهر هادخ كنشة من كل شوباني. وصاير ريانا لها جوتا مقولة رابي الدكتور أكرم فيليبوس داوود. البحث الثاني في الجلسة الأولى سيقدمه الدكتور أكرم فيليبوس داوود تحت عنوان تفسير القربان المقدس عند المارسي. صباح الخير. بالبداية نرحب بضيوفنا الكرام أكاديميين، أساتذة جامعيين، باحثين. أكيد بحثي راح يكون عن بالسرياني بالسوري، لكن البحث الكامل راح يكون موجود بالكتاب اللي راح يطبع عن المؤتمر، فبحث كامل عن تفسير القربان المقدس عند مار نرساي. شاريتها تلي قبل طقوثة برتا من قنطر مردوثنا آشورايا قداها مريستا قداها تشيتا ريشايت رابي ويليام رابي لورنس يعني تكما جاي طلي بلغت مشاركة والخملة قد جاي مشاركة قداها لومادا وطلب لي قد هاوي ملوءة صيرة بليشانا وصيرة بأيتا وأكيد صيرة بمرنرسي. فأنا مقابلي أهم لوقتي لقربانة قديشة سبت لأنا قايوثة رابا قرتها دويتا ودتري إلى خامن أسرب وشاقي قربانة قديشة دويتة مدنخة هالبد مشاريتها متويا أخ خيوثة رابي ويليام همزولة باسا بيروي خوثة هنا أنا مقيثلة أبنت صوت لخدشة باست كثوياثة مرنرسي أنا مقيثلة قد خدشة همزمخ باسي خمن دي رابا كرياسة بخني دانا دينا لكريثة 15 دقيقة قد لي ماسخ كل من دي تمتخرخ للأخرى هالبات مرنرسي كثوياثة رابا قد مني إلي بوشاقة راسي ومني إلي بوشاقة كتابة قديشة وهالبات قوتيولوغية وإتلن أب قويرتوتا قد كتيبة لي رابا كثوياثة برخص شبة عرباية وبرخص شبة أبسقوبة حلوة ومنا يقول تاريخ السعرة دي لمخزوية قد كتيبة القربة 3 أمه اشتيك ثوياثة ممرة قد كتيبة لي مرنرسي وآني إلي يعني بدمية أمرخ يومان تشيتا قد قاوي كتيبة لي وخرطة بثاية الأقمر أوديشة نصيفا قد أبا ومدخورة لي قد رابك ثوياثة إتلي ومدخورة لي قاوي قد إتلي بوشاقة رازي ريشايث وشاقة قربانة قديشة وعماذا وخرطة مخزوية لي قد إتلك ثوياثة بالترجامة عانت بيشي قريق أمرا هل إديميوما وإتلي أمرخ لي سغياته وإتلي كثوياثة خينة أخ مكرزياته ورابا ملوء بريشة قد كثيبة إن أفضل باشمت لا قد أنا كلي قالا رابا من ديانة باصورة لمطية من دنك ثوياثة كلها الأول كثيبة لي إنا ومن ديتي لأن القاية قاوي قد من دارت خمشة
وهل اديو جو كل صلاواتا جو كل تخصن مرنا سهم شيء لهذا خزخلي جو رازن جو صلاواتا قد عنياتا وترجامه وممرة مرنرسة إلى جو كلي دنا تخصن إتناي لا أختي جو مدن خا إن ما سخم رخ جو كلي عتواثة مدن خياثة قد أنا كثويات مرنرسة هل إديو إلى بياشا مقلخة جو عتواثة فريسياثة إتلا يعني أنا تمطي على إلنا قد بريسلي إلى ألفونس منجنا إلى بريسا قربة أربيو شوا ممرة أنا إلى قشيت 1905 إلى بريسلي خرطة أثيا لشيت 1900 مرة شيء شمون قطرية كده مدن خا قد بريسلي جو كاليفورنيا 88 ممرة قد أنا تلوا بريسلي الفونس منجنا قرابة هجتي قرابة علاثة قد لوا بريسلي مجربة لمرة شيء شمون قد آون قد باريسلي احنا قدرنا كل ممرة إذن تري ممرة إلى أن نقاي قد عملوها تخنا همزومي وأخباسي إلى ممرة شواسر قد قاوة إلى عنوان دي ينشم إلى على البوشاقة راسي وتلان إسري وخا أوانت إلى على رازد عيتا وعلى المعموديثة إن آها خرايات إسري وخا ممرة إسري وخا قد قاوة إلى سمازو ده همزومي بس تعماضها خدشي لهمزومي بس قربانة قديشة قربت 8 بثواثة أوبا ونليلة مريزة أختي مريزة أو أنتي لشواسر قد همزومة بس كلها رازة سرقوا معموديثة إلى همزومة من باطر 12 شاقل المعموديثة قرق شاقل قربانة قديشة فهمزومة بالسيارة اللي مش قلت معموديثة خرطة بالسيارة اللي مش قلت معموديثة قديش ده قمثة كلها يتواثى إين يتقابلوا المشي خايوثا يشاقلوا معموديثا وخرطا مبار معموديثا يمشاركوا بقربانة قديشة ويشاقلوا قربانة قديشة هل اديو اي عادت الى بياشا قويتت ارمنايا قو ممرة شواسر انخازخلي قو ممرة شواسر وشاقت رازا تي المقروء اللي قال المرنرسي بتخازخلي الى اختمرخ الى مباشوق رازت اديو اخنتي ما بالخخل قويتها يعني وآوني لقدارة خمسة ورازتي أخني ما بالخخلة أمرخ هيكلية دي الإثيلا من دارة شوا يعني مبار تري دارة مبار مرنرسي إنا إلى مباشوق اللي أخديقتي له أو رازت إديوتي أخنا ما بالخخلة كخاطر هذا خرابة من باصوية من باحثين إلى مخزوية قد أوى بوشاقة ليلة مرنرسي إنا إلى منسوب مرنرسي قامودي يثرابا نقاط هلبت كل كثوتا بيش كثوتا إما تبيه باصوية قتية ذا إيه كثوتا إلى فلنا شقت كثير ولا يقشق قوليشانا قورخت كثوتا أسلوب كتابة الكثير ولا بدن خبران تلمة فلوخ اللي بيذا أو كثاوة إلى إيه كثوتا إلى الدواء كثاوة ينليل الدواء خكمة من دنخ زبط متخارخ لي قد من دقامة إلى قد أنا طوي عادت مر إي شيء شمون يطبيع على شيء تشام وشوي لي ثنقاوة دي آها من مرة لذقاوة قتلي المدخورة قامودي سب أب ألفونس من جنب جاندي المدخورة المرة أو بمرتين أنا متوي للخليل أخا شوكة دي واللثوة قام دانا قوى الصخيات خينه إنا قم شاطر قال يقاشا أو راهم شكوانا قد يتلكثاوة سوكالي مرة أون قم شاطر قالي وأنا قمتهن بداها شوكة أنا إلى تري من دي أنا نقايقة إلى مغزوية قتليل الداود تري بوشاقة دي إلى بوشاقة مدميانا البوشاقة مر ثيودوروس والكهنيات مر نسطورس أختي ديتون قد إيتت مدن الأطلاق قداشة إلى قداشة مر قد مر ماري يمرخ لقداش دشليخة أو إلى أو قداشة عدية إلى باصوية كل يمري أو قداشة بش عتيقة قدنية إلىها قداشة دشليخة مرة دمر مارتي إيتا ديان إما بالخالة وسامسة ودتشيتا بالداون يوذا قداشة راسة قربان وتلا قداشة مر ثيودوروس ومر نسطورس أنا ليش قلت اللي إيتا ديان قربة أمرخ قدارة إشتا إلى بأرخت مر آوا باتريركا هيارتت مر تومات إلى طبيب يعني دكتور جور هاي أنا لم ترجم من ليشانا يونايا ليشانا ديان بخاطر تادخ إلى مرة قد أولت مر نسطورس يعني ليلة مر نرسي سب مر نرسي لو بدانت مر نسطورس مر ثيودورس
تي وإثيا قوداشة دي قيتت مدنخة آني آوي وقدار خمشة واني ليثي من باثر دا وشق من داين قد أخنا هل قد من بارم ترجمت داها قوداشة تلقيتها دي قبلت إلى خزونا بلكي بشريخة من داها قخاطرت هادخ إلى مخزوي قد بلكي ليلة مرمرسة من دي ثلاثة إلى النقايا إن خازيتو لختن كلهم جرب الله قد قويتا ثلاثة جاي إمصالخ لبابا دشمية سلوثة مرانيتا تقارخلا ثلاثة جاي قراسة أتلم إمشارخ بيدية قبال جام بارم قدشت قربانة وقمت شغلة قربانة قديشة أمرخ بابا دشمية خرطت لن قبرقت راسة أبزي بايني أمرخ ثلاثة جاي إن أنا ثلاثة جاي قام دانا إثوالا قوقو داشت مرة دي مرماري لخجاي بس آيتي لقبال قد راسة من بارم قد شغلة راسة مصالح سلوثة مرانيتا وخرطة بتشغله القربانة قديشة أي إلى ثيثة إيمال إلى ثيثة بدانت مرتي ماثيوس ربا مرتي ماثيوس قما يفاتر ريكت إيتا تيلي بشوام وكسر هل 8 موسري قدوة دارا اللي آون مور الله بتأثير خا مارلي خا من إيتا السريتا ثاي وهذا مناقشة من دي خرطة همزومة مارلي قمولة مشاريتو لرازوخو بباب دشميتي المل باللامارن مار اخنا اوكي اخنا مشارخ لرازن بخت مخله بباب دشميه قخاطرت هذا بخزايخلا اي الى ثيثه من دور 8 باب دشميه ورته ومرنا ساديه والمدخور لا ثلاثه جاي راسي قراسي قخاطرت هذا خلي مره باصويه قتله لا قداين وثربا الله ثخينه قد يعني ما صيتو خرطه خاستو لقوداها بحث لبي قد مريخ اخلا رازت قربانة قديشة قويتت مدنخا إلى بليل طلاسامي سما قما يمرخ لقرياثي يمرخ لرتبة كلام الله قد قابد إلى بالسودة ملكتا وبريشايث ياثي وانت بيو بيشيم شيخاية يوريوكم شيخايثة قدية دانا سما قما يمشركيوا قد شميوا لكذا وقديشة ياتي قعد تقتا وخدتا ومن دي قول شليخة وخرطة مكرسة قاشة يشميوا على خرطة يمريوا يلا هدي دانا لقد قلتيتم قد مشارخ مقادشة قربانة قديشة أو سامة قمعة سامة طريقة رخلة سامة مقادشة قربانة سامة ثلاثة إلى سامة شقلت قربانة قديشة يمرخ للتناول رتبة التناول انقشق أخلاق مرنرسي قبوشاق ديه إلى مدخورة أخشي تري سامة قمعة للمدخورة سامة أمرخلة قريانة سامت قريانة قد تعاون إثوا هالأدية يقاريون من التقطة ومن شليخة ومن إونجاليون قد كل من دنا إثوا لشوبة قد وذي والي يعني إثوا لشوبة وإثوا الخا أمرخ لخادم خا خلمت كارة شماشة قد قائمة بالدواء واجب إيوا وقسامة قما إيوا قبيم قبهلكت أمرا قد تاما يجمي وذي والي أو ساما وسامة دتري بيشي وبقنكي أملاخ لقمذبخة قدس الأقداس قد تامن قد شي قربانة قديشة على مذبخة وخرت السامة دطلاف تشقلت قربانة قديشة إلى على الترعة قنكي تامتي شكل قربانة قديشة مرنا سير مدخورة أخشي تري من دنا سامة قمايل بشواق اللي بلكت أنا بخشاوين بلكت سبقاون دانتيل مدخور باستعماضة اللي بتخارى خرطة باسدية شقلت قربانة قديشة بلكت قهادة خلوان الإهمال وخرطة مشاروي اللي بداها أمرخ لسامة ريانا اللي مقادشتا إنا من قمت مشارة مقادشتا ميكي المشاروي لسامة مقادشتا اللي مشاروي بخسامة اللي قم مقادشة قربانة قديشة هي أمرخ لسامة محاضرتا قد مهازرة كان ومهازرة ايتا ومهازرة كنشا قد اني شكلي قربانة الخشيخة شكلي قربانة قديشة قد شكلي ما لا لخط امر ما برقلة هذا لغم شري اوكي يعني اتل ثلاث ساعة يلي مرت على دي قد انا مكبر يا شيخ وقسمي ذا خرت طلع من فئات امرخلي من برصوبي جرك بلطي قدية دانا خمنا أنا تهلط ليش قيل لمعموديثا بيقت من بيش مشي خاينة ليش قيل معموديثا مارمانت ليش قيل لمعموديثا بالط آزل خرطة سامد تريسب مارلي أي إلاقة بنبيث أختي قداني قد شغلي قربانة قديشة لها ويقى نخراي قد أوري مشارك شغلي قربانة قديشة ودتري مارلي مانت لا راشم لمانت لا شاقل رشمة خي آزل
ورشمة إلى قداون تي بايشوا هالرطيقة تي كابرو بيمشي خايثة تي بالطوة خرتبية وقد داروا إلا إيتم بخلاوة تخصت خوسايا خرتم بخلاوة ويلا رشماوة لقد ما صير شقلوا قربانا قديشة ود ثلاثة إلى قداون تي لقيتها مخرمت اللي يعني توتخ عقوبة اللي يبيت عقوبة قرابة قانون تيتا عقوبة متواوى إيتا اللي الناشي تتشمطي ولا قانونا خمنا إلى قد مبلطيلة من جماعة تمشي خيتا دخديك تاتي قبيتو قد برونخ مبلطت من بيتا طردت له ياوت العقوبة قتاتي ليه خيل قبيتا ليه أخلت ليش هاتي قبيتا هتخي عقوبة قد ليه أخلي ليش هاتي قبيتا قد من دي خرايا وامرن قد رازة دي راس قربانا قديشة إلى بولي الشقيلة من خرمشة خريطة أتمارا آينتي لا بوليثا الأربع من ديانة مودي المارا مشي خيمة البهاوة جو خرمشة خريطة قربانا يعني دمو بغرقة قتلميذة مارا شقولن خولن مارا شقلة مبورخلة وقصيلة ويولى قتلميذة شقلة يشقلخ له قربانا مسقخ للمذبخة مبورخلة يمقتشخ للقربانا وقصيلة يقاصخلة وخرطة مارا اللي ولا قتل ميذة قميا ولا قتل ميذة فخاطر تادخ إيتها إلى مبوليث اللي أنا سامي أول رازة الدنا أربسام تشقيلة من خرمشة خارطة مارا من دي خارطة من نقالوخون قد ان الى وبوشاقه مرنرسيا ليله مرنرسي إنا إتلا نقايوثا رابا قرتها قويتا ديا سب إلى خامن أسراء بوشاقة قويتا إلى كامل إثيق إيتا ديا وإيتا ديا الداني إمبشقال راسا ديا وأدترى إلى قد أخنن انخازخ لمرنرسي إلى رابا الصبيا ليتنقاو دي رابا رموس انخازخ لبوشاقة خانة كل حركة كل خقل خانة كل خمندي إيا ولا خرم زايوثا خرمزة إيا ولا مرنرسة إلى الصبية من داي ليل بها ولا أنا رمزة ورابا منا يصر يعني كل حركة كسلا كل خقل خانة يصر بكذا وقديشة وليل بدخالة قد أخنا قرازة إلى مشركانة قربانة قديش أختي تريشة ماشي هي مري لي قوريو الميخاي اللي بدمية مالاخة هنا مر نرسل إلى مدخور باسا بازديا وخمن دي خرا إلى قد ليلة مدخورة قد كهنة قرق شاق القربانة من أفسقوبها يعني من شماشة لبقانة شاق الله البت أيلا هنا ماصيتو خرطة بخيرت مريا قد كلها أهملوها بخازيتو قد بحث كامل خازيتو لقو كثرتها بخيرت مريا عليكم بالسلام في البداية صباح الخير على ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بالباحثين والأكاديميين في الجامعات المختلفة، نرحب بهم جميعا. في الحقيقة بحثي عن مارنرسي ودورة في تطوير التعليم العالي في المدرستين الرول والمصريين. في هذه المدينتين كان هناك مدرسة روما ومدرسة نصيرين. في الحقيقة كباحثة أكاديمية يعني أكتب عن تاريخ الأشورين، لكن هذا أول بحث أكتب عن التراث السرياني ومؤلفاتهم وباحثيهم. فيعني الصعوبات اللي لقيتها في هذا البحث قبل ما أبتدي هو عدم إتقان اللغة السريانية والمصادر اللي كتبت باللغة السريانية اللي كان في عدم استطاعتي أن أترجمها وكان الوقت القصير، ولكن مع ذلك قدمت يعني خدمة قصيرة لهذا البحث. لكن يعني إذا مارنرسي بالحقيقة من الشخصيات المهمة البارزة في تاريخ السرياني إذا نتكلم عنه. مثلا أنا قسمت البحث عن أول شيء عن شخصية مارنرسي، نشأته وتربيته، ومبحث آخر كتبت عن دوره في التراث السرياني. أما المبحث المهم الذي كتبته هو عن دوره في تأسيس مدرسة روما ومدرسة نصيرين. مارنرسي ولد في قرية جوبة وبقيت هناك مع والدته، لكن بسبب اضطهاد المجوس لديه فاضطر أن يسافر إلى دير كفرمان عند عمه أمانوئيل ويبقى هناك الذي كان مديرا للدير. بعد ذلك أرسله عمه إلى مدرسة روما ليكمل الدراسة هناك لمدة 10 سنوات. والشيء المهم لدى مارنرسي هو كان طالبا في مدرسة روما وأصبح بعد ذلك مدرسا له، وفترة من الزمن أصبح مديرا. لا يعني هذا يبين لنا
التسلسل والدور المهم للطالب الكفؤ المجتهد الذي سعى في حياته من أجل تطوير هذه المدرسة. مدرسة إذا نجي عن مثلا السرياني في المؤلفات المارنرسي سموه بقيثارة روح المشرق، شاعر المسيحية، باب الديانة المسيحية، لكن الفصومين له سماه المارنرسي الأبرز. مؤلفاته له عديد من المؤلفات عن السرياني اللي تكلم عليها الأستاذ قبلي، ما تطرق إليها، لكن يهمنا من هذا البحث إنه اهتمام بشروح الكتاب المقدس الجزئي التوراة والإنجيل، إنه شرحها بالتفصيل. وكتب أيضا مارنرسي 360 مقالة عن اللاهوت. وبعد ذلك هذا الفكرة الواسعة لدى المارنرسي انتقل إنه يكون له دور في مثلا في مدرسة رها. إذا نجي على مثلا أول شيء على المدرسة رها ودور مارنرسي، طبعا هي مدرسة تأسست في القرن الرابع ميلادي، وبرز دور هذه المدرسة أنه مارنرسي يكون مدرسا في هذه المدرسة. أشهر الطلاب هذه المدرسة أكثرهم كانوا من الطلاب الإيرانيين يأتون إلى هذه المدرسة، ومن كافة يعني أنحاء كان يأتون الطلاب. لكن إذا تسألوني ماذا الطلاب مثلا الإيرانيين، أول شيء كثير في مدرسة رها. كانت هذه المدارس معاصرة لفترة العصر الساساني، لأن في عصر كسرى أنوشيروان بدأت مناظرات فكرية ودينية بينه وبين المسيحيين، فهذا تولد الفكرة إنه الفكرة المسيحية والديانة النسطورية يعني تأخذ مكانتها وأهميتها، فهذا جدا مهم. مثلا والمارنرسي أصلا من المفكرين البارعين في مثلا في اهتمام بالمذهب النصارى، خصوصا عند دراستي في مدرسة رها. هذا كان سبب مهم للمارنرسي في أن يشتغل على التراث السرياني. والشيء المهم أن المارنرسي كان لديه حرص أن الكل يدعمه، لأن هو أصلا أساس علمي، يعني يعلم الطلاب على أساس العلمي الأكاديمي. فالمدرسين في مدرسة مارنرسي مار أكرامي كبير هو أحد المدرسين كان هنا، وكذلك بولس ويوحنا الكرماني هو كان أيضا مدرس في مدرسة رها. عدد طلاب مدرسة رها 800 طالب. المواد اللي كانوا يدرسوها في مدرسة رها هي فن الخطابة، البلاغة، التفكير، الرياضيات، علم النجوم. هاي الكتب المختلفة، المناهج المختلفة الذي يعني كانوا يدرسونها في هذه المدرسة. ومن الشيء المهم أن الخريجين من هذه المدرسة رها كانوا يشتغلوا يعني ينتسبون أو الشغل لديهم بعد التخرج في الكنائس المسيحية. أنا هذا شيء مهم، التعليم المسيحي لديهم أفكار واضحة، لأن المارنرسي سعى في حياته على أن ينشأ فئة من الطلبة مهيئين بعد التخرج لهم. فالشيء المهم أن المدرس عندما يتعب على طلابي راح بالنهاية شوف ثمرة جهدي، فثمرة جهد مارنرسي يعني ما راح تضيع، فالتعب مالته والكتب مالته والمؤلفات مالته يعني صار بين الطلاب عندما أيضا بعد تخرجهم كانوا يفخرون مثلا كتب مارنرسي ومؤلفاته، وكانوا هم بدورهم ينشرون هذه المؤلفات ويشرحون على الطلاب. يعني دور المارنرسي في هذه المدارس يعني كان مهم جدا. وللأسف المدرسة رها في النهاية ظهرت هناك في نهاية المدرسة خلافات بين الطلاب وبين المدرسين، لأن ظهر هناك القديس أيضا والإمبراطور زينون كانوا يعارضون المذهب النصارى من يعني خلافات بينهم، فاضطر المارنرسي أن يترك المدرسة، فذلك أدى إلى غلق المدرسة، وكان لهذا الأسباب الخلافات بينهم وبين الطلاب، وكذلك عدم وجود الدعم لهم. والإمبراطور زينون هذا الإمبراطور البيزنطي الذي وقف ضدهم، فكان الفكرة الأساسية لهم أن يسدون هذا المدرسة، وكان هذا الشيء المهم لديهم. بعد
بعد ذلك كان مثلا الأسقف برسوما دعاه في المدرسة إلى مدينة نصيبين لكي يقوم بفتح هذه المدرسة ويكون هو أيضا مديرا له. وكان هذا الأسباب الذي دعت مار نيرسي إلى الذهاب إلى مدينة نصيبين وكافح وناضل من أجل هذه المدرسة. اشتغل مار نيرسي كمدرس وكمدير كفؤ لهذه المدرسة، ووضع لوائح ومقررات لهذه المدرسة. مثلا أي طالب يأتي إلى مدرسة نصيبين كان لزوما عليه أن يؤكد أو يلتزم بالقواعد مع مدرسة نصيبين. أحد القواعد مدرسة نصيبين هو اللي وضعها مار نيرسي وتأكد عنها على دور السكن، أن الطلاب من يأتون إلى هذه المدرسة وبكافلها كان لزاما عليهم أن يكون في هاي المناطق لهم يوفرون لهم البيوت، أقسام داخلية لهم. البيوت في هذه البيوت يعني يسكن 8 إلى 10 طالب هنا، يعني عدد مالته ما يتجاوز 10. إذا كان طالب يأتي إلى مدينة نصيبين ويقول عندي عم أو خال بيتنا، ما يقبلون إلا لزاما عليه أن يسكن في المدارس أو في الأقسام الداخلية للمدرسة. وكان أوقات الدوام أيضا في المدرسة من صباحا لحتى المساء، والدراسة فيها صيفي وموسم الشتاء أيضا فيها، والعطلة مالتهم تبدأ من الآب لحد تشرين الأول. أيضا من اللوائح والمقررات التي وضعها مار نيرسي هو أن الطالب الفترة العطلة الدراسية كان عليه أن يعمل حتى يوفر المردود المالي له. فكان طبعا في مدرسة نصيبين طبقتين، طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء. الطبقة الأغنياء كان يشتغلون بالتجارة الذي كان لهم مردود مالي وفير، أما طبقة الفقراء فكان يلجؤون إلى مدير المدرسة أو مسؤول مالهم المالي يوفر لهم الفرص العمل. فالطبقة الفقراء كانوا يشتغلون في الزراعة وفلاحة الأرض، فهذا كان شيء مهم لديهم حتى الطالب الفقير ما يكون متساوي أمام الجماهير. أيضا كان من خصوصيات أخرى لمدرسة مار نيرسي هو أن يلتزموا بالملابس الرسمية، يعني الملابس مالتهم يعني الزي الرسمي. كل طالب يجي يكتب أن الزي الرسمي هو كان الأساسي لهم. وأيضا من الضوابط والقوانين الأخرى لمدرسة مار نيرسي أن الطلاب يعني كان لزاما عليهم أن يحلقوا رؤوسهم، شعور رؤوسهم، يعني الطالب من يجي الشعر طويل ما يقبل حتى ما يدخل يعني للامتحان. هذا كان ضوابط أخرى لمار نيرسي. أيضا عندما يأتون الطلاب الجدد ويدخلون هذه المدرسة لم يدخلوا كطلاب رسميين من أول يوم، عليهم أن يدفعوا المردود المالي لديهم ويتعرفون على الطلاب القديمين اللي قبلهم، وبعد ذلك يقبلون كطلاب في المدرسة. نالت مدرسة نصيبين مكانتها وشهرتها لأن أصحاب لديهم مردود مالي كانوا يدعمون الدعم لهذه المدرسة كمحنة منحة مالية يقدمون لهم حتى يخلصون من المشاكل في هذه المدرسة وتكون مدرسة مسيطرة على كافة جوانبها. أيضا كان مار نيرسي بدوره هو يشرف على التعليم. الأستاذ اللي يجي يشرف عليها مثلا يعطي الرياضيات، البلاغة، الفن التعبير، الكتابة، علم الكواكب والنجوم، المنهج التدريس لازم يكون عند مار نيرسي، ومار نيرسي يطلع عليه قبل أن يقوموا بالدراسة بها. فكثير من الأحيان كان مار نيرسي يعارض المدرس أن يلقي محاضرته لأن فيه أخطاء لغوية، فيه أخطاء علمية. يعني التحقيق والتمحيص عند مار نيرسي كان جدا مهم قبل أن يلقون المدرسين محاضرتهم. أصبحت مدرسة مار نيرسي أشبه بجامعات بالجامعات الأوروبية في القرون الوسطى، يعني المنهج متطور والأساتذة ملتزمين والطلاب أيضا ملتزمين. فعندما نأتي على الكتب والمؤلفات مار نيرسي نبدأ النظرة الأولى على مدرسة
نصيبين. وأعداد الطلاب في هذه المدرسة سنة عن سنة كانت تزيد، والجدير بالذكر يمكن هنا ذكره أيضا أن خريجين مدرسة نصيبين بعد تخرجهم كانوا يعملون في الكنائس المسيحية، سواء في كمدرسين أو بمثابة قديس يصيرون أو مثابة أسقف أو مطران. يعني هذا المنهج المارنرسي المهم بصراحة في مدرسة نصيبين، إنه علم فئة تعليمية راقية على أساس منهج راقي. وإذا التعليم عنده أنا جدا مثير للاهتمام من خلال الضوابط. أيضا كان عند المارنرسي شيء مهم يتأكد على السرقة وعدم تكبير مثلا الذنوب ارتكاب الأخطاء. كان لدى مارنرسي من الأشياء المهمة اللي يعاقب الطالب عليه، خصوصا أن السرقة، ومع الأسف لحد الآن نحن الموجودين بهذه الحالات في الجامعات عندما الطلاب يتعرضون للسرقة ليس لدينا أي إجراء أن نقوم ضده. أما مارنرسي يعني فكان له ضوابط، يعني يفتش طالب عندما يأتي طالب يقول أن بحوزته عدم المال وسرقة من عندك، كان يفتش الطالب عفوا يعني كل تفتيش قوي وصارم حتى يطلع المبلغ من الطالب اللي سرق. فهذا ولد لدى الطلاب فكرة أن السرقة جدا ممنوع في المدرسة، وأن الاهتمام بالتعليم هو جدا مهم بهم. فأي طالب كان يسمع اسم مارنرسي كان يحتاج يبدي لهم الاحترام والتقدير، لأن هو بمثابة شخص علمي ومدرس والمعلم والأب الأول لديه. وفي الحقيقة نتأكد أن مارنرسي ليس شخصا لاهوتيا، إنما شخصا أكاديميا من الطراز الأول من خلال من إقامته لهذه المدرسة. وأيضا إنه فرق بين العمل والتعليم من خلال دعم للطلاب بالعمل لهم في الأوقات الصيفية. أيضا تبين لنا مارنرسي عن دوره وأهميته في تطوير التراث والمتحف النصارى، خصوصا أن الطلاب الخارجين كان يشكلون فئة مهمة بعد التخرج. وهل خاب مطايخ ختامة خلقتن قبل كل خبن.